مع أنه لما تمسح دمعة أخيك لن تبتغي جزاء ولا شكورا من أحد. إيه بس هلا أنت أصبحت في عصر آخر. مسألة عم نروح كلنا نحصرها بإطار المساعدات، وهذا الشيء خطأ. هذا رأيي. لا طبعا. لا، المسألة أبعد وأعمق من هيك. أنا رح أكشف سر لحضرتك ردا على جزء من تفضل أستاذ. يلا. اللقاء يعني سكوب للبرنامج. نعم. اللقاء مع الرئيس عبد المجيد تبون كان بجزء كبير منه أوف ريكورد، يعني خارج النشر، لكن هذا الجزء سأسمح لنفسي أن أبوح به لأنه لا يضر بأحد. أنا سألت فخامة الرئيس ما هي الوصفة السحرية التي جاء بها فجعلته يستقبل اتصال من ترامب قبل الظهر واتصال من بوتين بعد الظهر. اليوم الجزائر عادت بالعالم إلى ما كان يعرف في منتصف الخمسينات بدول عدم الانحياز. صحيح. وبالرغم من أن العالم اليوم يصطف بالطابور هنا أو هناك دون أن نحرج المحط، استطاعت الجزائر أن تأتي بشكل جديد، وهو أنك تستطيع أن تكون صديقا لبعض الغرب وصديقا لبعض الشرق، تختلف مع بعض الغرب حين يعتدي على كرامتك، وتختلف مع بعض الشرق حين يعتدي على كرامتك. لبنان اليوم يبحث عن موقع استراتيجي سياسي جزء منه هذا الإطار، وبالتالي الحديث فقط عن المساعدات هذه مسألة برأيي تافهة عند الجزائريين وعند اللبنانيين. المسألة أكبر وأعظم. زميلتنا موناليزا وضعت الإصبع على الجرح في أول مداخلة. المسألة لها علاقة بالتكتلات السياسية. صحيح. عندما تكون قوي سياسيا لا يستطيع أحد أن يستعمرك، لا يستطيع أحد أن يمنعك من تصدير منتجاتك. نعم. لا يستطيع أحد أن يمنعك من توقيع اتفاقيات. التبادل التجاري بين الجزائر ولبنان تقريبا يستورد لبنان 150 مليون دولار 153 مليون دولار بالسنة، ويصدر للجزائر 13-14 مليون دولار. الأرقام لابد من معالجتها. نقل العلاقة من علاقة عاطفية، من علاقة لها علاقة دائما بالماضي والعاطفة. النيف نحن جميعا نحب النيف الجزائري والنيف اللبناني ونشترك فيه، لكن هذه مسألة عاطفية. العالم اليوم تغير، لم تعد الروحانية وحدها قادرة على فهم العلاقات السياسية. الرئيس تبون، أنا خرجت من هذا اللقاء مسرور لأنني استمعت إلى زعيم عربي يدرك جيدا من أين يؤكل الكتف في اللعبة الأممية. ونعم هذا الرئيس إذا ربنا أعطاه العمر وإن شاء الله بيعطيه، وإذا مشت الخطط اللي هو حكي عنها في هذا اللقاء ستنتقل الجزائر إلى مكان آخر وبعيد. في كثير دول أغنى من الجزائر بالغاز وبالنفط وبالمحروقات، لكن يمنع عليها أن تصدر، يمنع عليها أن تستخرج. نحن في بلدنا يوجد نفط ويوجد غاز، ونمنع بالسياسة من الاستخراج. وبالتالي لا، المسألة مسألة أعظم وأكبر. صحيح. هذا الرجل السيد الرئيس عبد المجيد تبون يضع الجزائر على الخارطة السياسية، يوسع من إيطاليا لألمانيا لغبطة البابا للبنان لروسيا لأمريكا للصين. هذه العلاقات ستجعل المنتوج الجزائري الاقتصادي يفرض بالقوة على العالم. لا، المسألة ما مسألة عاطفية إنه أنا بساعدك وأنت تساعدني، لا، هذه علاقة أخوية. لكن نحن كعرب علينا أن نخرج من هذه اللغة العاطفية ونذهب إلى لغة علمية بالأرقام. حب لبنان للجزائر يجب أن يترجم بطريقة مختلفة. نحن نستورد 19 مليار دولار بالسنة، لازم يكون حجم الاستيراد من الجزائر 2.3 والعكس. نحن بنصدر 3 مليار دولار ونص، لازم يكون حجم التصدير للجزائر 1 ومليار ونص ومليارين. هيك بنكون عم نترجم العلاقة الأخوية. نعم أنا سررت في اللقاء مع السيد عبد المجيد تبون لأنني لم أستمع إلى لغة عاطفية وحسب، ولكن إلى لغة عقل ومنطق وخطة. وهذا الرجل يعرف إلى أين يريد أن يذهب بنا جميعا، لبنانيين وجزائريين. جيد. أستاذة موناليزا، في نفس سياق واعذرني على صراحتي، بس أنا لا، هي هذه الصراحة التي نبحث عنها، وهذا هو الرجل الثاني الذي يصدق الكلام. قلت منذ قليل من يقرأ أو من يكتب ومن يقول ومن يصدق ويقال أيضا. امرأتين ويقال امرأتين. نعم، في رواية أحمد عبد الكريم.